راهو وقت اللي يقف محمود الخطيب، انا كي نسمع محمود الخطيب في عيد ميلاد الاهلي الكلمه نتاعو، والله يا يوسف تقول رئيس دوله يتكلم، تقول رئيس البلاد، هذا تقول هذا هو رئيس جمهوريه مصر. ما الخطابه وكيفاش يتكلم وكيفاش الاعتداد بمجد الاهلي مش بنفسه. وعمره ما حسس حد انه هو كان ملاعبي، ولا عمره ما تدخل في اختيارات فنيه، يستحيل. باش معناها نقول لك حاجه، السيد عبد الحفيظ اللي هو مدير الكره اللي عنده سنوات مدير في الاهلي المصري، باش يقابل محمود الخطيب ياخذ موعد، لانه مش نتقابلوا ونخدموا. مش يجي رئيس نحوالك سافا يعملوا هكا، احنا في تونس هكا يقول وينك يا رئيس سافا وينك كذا، ما صح يا رئيس. مدير الكره سي يوسف ياخذ موعد باش يقابل الخطيب ويحدد الموعد بالمده الزمنيه نتاعو، باش يدوم ساعه او ساعه غير ربع او نص ساعه. وش هو الموضوع؟ وش هو الموضوع؟ يخص الاهلي. صحيح. ولو انه احنا سي عبد الباقي ناخذ عليك الكلمه، ولو انه في تونس هذا محمود الخطيب الاكثر تتويجا على مستوى القاره الافريقيه بنادي الاهلي، يعامل النادي الاهلي كمؤسسه. اكيد احنا المسؤولين نتاعنا نسبه 99% يعاملوا الانديه كملك خاص، وهذه ربما هي النقطة الفاصلة. أنا نحط في فلوسي، دونك أنا نحكم، أنا نقرر، حتى في نقطة مش مشكل بفلوسي غلطت، وكان هزيت تيتر راني أنا هزيته.